عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. هنعمل مع بعض النهاردة الكشري المصري بتاعنا بكل تفاصيله، بس هنبدأ مع بعض الاول بالبصل. معانا هنا بصل مقطعاه شرايح وحطيت عليه بس شوية ملح، مش اكتر من كده. وهجيب حلة وهنزل فيها بشوية من الزيت، بس يعني شوية زيت حلوين كتار كده. وهنزل بالبصل بتاعي وهفضل اشوح في البصل كده لحد ما يديني اللون الذهبي الحلو بتاعي. وبعد كده هقوم شايلاه وحطاه على مناديل علشان يشرب الزيت بالشكل اللي انتوا شايفينه ده. شايفين شكله بقى حلو ازاي؟ وكمان مقرمش وطعمه تحفة. وهنا انا كمان كنت سلقة العدس بتاعي. انا جبت العدس نقعته ساعتين، بعد كده شطفته وسلقته يا دوبك نص سلقه وسبته زي ما هو في ميته السخنه. انا عايزاه بالميه بتاعته بالطريقه دي. شايفين الحبه بحبتها، لا اتهرى ولا عمل معايا اي حاجه، زي ما هو زي الفل. وبالنسبه كمان للحمص برضو نفس النظام اهو. ساعتين نقع وشطفته، حطيته على النار غلي، نزلت عليه ببصلايه وشويه ملح وشويه كمون، نص سلقه وطفيت عليه وسبته يكمل سوا في الميه السخنه. نكمل بقى نعمل مع بعض بقى الصلصة في نفس الحلة، لا قصدي نعمل مع بعض الرز، انا اسفة. في نفس الحلة بتاعة البصل انا نزلت عليها بالشعرية. بعد ما الشعرية بتاعتنا احمرت قمت نازلة بالرز بالطريقة دي. يا دوبك الرز يتحمص كده معايا، هقوم نازلة بالتوابل بتاعتي اللي هي ايه، كمون وملح بس مش اكتر من كده. وهقلب بقى كله مع بعضه بالطريقة دي لحد ما اتأكد ان الملح اتوزع كده. وهقوم جايه بقى نازله بالعدس بتاعي بميته زي ما هو كده بالميه بتاعته. انا عايزاه، مش هصفي الميه، انا عايزه الميه عشان تديني اللون البني للرز الحلو. وهقوم نازله كده بالعدس بتاعي بالميه بتاعته على الرز وهقلب. طبعا الميه بتاعت العدس مش كفايه، هزود بقى هنا كده في الوقت ده، هزود شويه ميه عشان اظبط الميه بتاعت الرز بتاعي. اهو هنزل كده بشويه ميه اظبط الرز. وانا طبعا كده كده حطيت له الايه، الملح والكمون بتاعه وبس. وهطفي عليه بقى لحد ما يبدأ يغلي ويتشرب معايا. واول ما يبدأ يغلي ويتشرب معايا هقوم موطيه عليه واسيبه برضو ايه يكمل سوا لحد ما يفلفل معايا كده وتبقى الحبة بحبتها بالطريقة دي. هو كده خلاص اهو اتشرب معايا اهو. هبدأ بقى كده هوطي عليه النار واسيبه بقى براحته لحد ما يستوي. عايزاه كده يبقى، والله يا جماعة صدقوني الريحة تجنن. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة يا حبايبي واللايك عشان نتواصل مع بعض. ونقلب كده كده خلاص. انا كده بقى هغطيه وهركنه بقى كده على جنب. وهكمل بقى ايه بقية الوصفة بتاعتي. هو كده زي الفل. هوطي بقى كده، هطفي كده النار بقى واغطي كده الحلة، بس هيسيبها مواربة عشان ايه ما يكملش سوا. وهبدأ في الصلصة. الصلصة بتاعتي محتاجة ايه، محتاجة طماطم معصورة في الخلاط، معلقة من الصلصة، معلقة من الثوم، وشوية من الملح وشوية من الفلفل. الفلفل يا جماعة حاجة بسيطة قوي من الفلفل مش كتير. وربع معلقة من الكزبرة هحطها كده على الصلصة. كده انا هنزل وخلي طبعا هنزل كده بالتومه بتاعتي اتحمرت، مجرد بس ما ايه مش تتحمر، تصفر، تديني اللون الذهبي الحلو بتاعها. هقوم نازله عليها بحبه خل. ودلوقتي انا نزلت عليها اهو بالخل. الخل يا دوبك بس يغلي كده معايا هقوم نازله بمعلقه الصلصه. ادي معلقه الصلصه بالشكل ده. وبعد كده هقوم نازله بشفشق الطماطم المعصوره بتاعتي. وخلاص كده ايه خلصت معانا. هنغطي عليها ونيجي هنا بقى نعمل الدقة. الدقة انا بعملها على البارد. حطيت ايه، حطيت معلقة من الثوم، ربع معلقة من الكمون، ربع معلقة من الكزبرة الناشفة طبعا، والملح بتاعي. وهنزل بقى بمعلقتين 3 كده من الايه من الليمون.
مش كتير يعني، هنزل بمعلقتين 3 من الليمون، وهبدأ بقى ايه اعملها كده زي العجينة. يعني شوية التوابل بالثوم اللي انا حطيتهم دول بالليمون، هفضل اقلب فيهم كده، هعملهم زي العجينة لحد ما يتعجنوا مع بعض اهو بالطريقة دي. والله يا جماعة الوصفة بتاعتنا النهاردة هتعجبكم جدا، بس انتوا جربوها وقولوا لي رأيكم في التعليقات. ان شاء الله هتعجبكم، مش هتبطلوا تعملوا كشري في البيت، احسن من كشري الشارع ب100 مرة. وكمان المدارس جاية علينا والولاد بيحبوه. بعد كده هننزل بقى ايه بالخل، وطبعا مش هناكلها على كده، لا، الخل حامي، لازم نطفيها. هنطفيها بايه؟ بشوية من المية، مية عادية خالص من الحنفية. هنزل بس ايه بحاجة بسيطة كده، مش هكمل ربع كوباية مية اهو زي ما انتوا شايفين، بس مش عايزة اكتر من كده، يمكن معلقتين مية كمان. وهقلب بقى كده ايه كله مع بعض. شايفين يا جماعة؟ بصوا لونها تحفة، وريحتها بقى مش قادرة اقول لكم. الليمون طبعا والكزبرة والكمون مدينها بقى ريحة مش قادرة اقول لكم. وكده خلصت معانا. وادي كمان الصلصة بتاعتنا خلصت معايا بالشكل اللي انتوا شايفينه ده كده. شايفين القوام؟ القوام واللون يا جماعة، اللون تحفة. ويلا بينا بقى نعمل ايه؟ هنعمل المكرونة. انا هنا حطيت مية غليت على النار، نزلت بالمكرونة بتاعتنا. المكرونة بتاعتي مشكلة، يعني مكرونة مقصوصة، مكرونة صغيرة، ومكرونة سباكيتي. وهنزل بشوية زيت وملح بس، وهسيبها بقى ايه لحد ما تتسلق معايا. بعد ما تتسلق معايا واتأكد، هقوم رايحة ايه على الحنفية، اشطفها، وبعدين اديها معلقة زيت واقلبها، واسيبها كده عشان ايه تبقى مفلفلة معايا. هي كده خلاص اهي استوت كده معايا. هاخدها بقى على الحوض زي ما قلتلكوا واصفيها اهي بالشكل ده كده. معلقة من الزيت هقلب فيها المكرونة، عشان ايه؟ علشان ما تعجنش معايا ولا تمسك في بعض. هي طبعا مش هتعجن لان احنا مش سلقينها سلقة كاملة، لا، ان شاء الله مش هتعجن معاكم. وهنا بقى هنعمل الشطة بتاعتنا. نزلت كده في طاسة بشوية زيت، وحطيت عليها ايه زيت على البارد، وحطيت عليها الشطة. طبعا انا هنا حاطة شطة قليلة قوي لان الشطة عندي حامية جدا. وهقلب كده مع بعض لحد اما يغلوا الاتنين كده، يغلوا مع بعض. لازم الزيت يا جماعة يكون بارد علشان الريحة عنيكوا طبعا ما هتخش في مناخيركوا الريحة، وهتفضلوا تعطسوا للصبح. انا مش عايزة حد يدعي عليا. ما تنسوش بقى اللايك يا حلوين. كده خلاص غليت معايا، قمت نازله عليها بكبشتين من الصلصه الحلوه بتاعتنا دي. يا دوبك بس كده ايه هتبقبق كده معايا. وهروح بقى ايه اغرف الطبق بتاعنا. هجمع بقى ايه الكشري بتاعنا كله في طبق واحد وهقدمه لكم. ويا رب وصفتنا النهارده تعجبكم. انا قلبت اهو كويس، بس كده تمام قوي كده خلاص. نغرف بقى. بصوا يا جماعه، بصوا هنا بعد ما حطيتها كده في البوله بتاعتنا او في السلطانيه بتاعتنا. بص بقت عامله ازاي. شطه زيت خلي بالكم يا جماعه، اللي عنده شطه حاميه يحط منها حاجه بسيطه، والزيت يكون بارد. يلا بقى نغرف. وادي الطبق بتاعنا في النهايه. ايه رايكم بقى؟ يا رب يعجبكم. ما تنسوش بقى الاشتراك واللايك عشان نعرف نتواصل مع بعض. والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.